الأستاذ محمود البرغوثي وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة تقدم باستقالته من منصبه كمتحدثا رسميا لوزارة الزراعة، وده اعتراضا على استمرار الدكتور علي إسماعيل المنتمي المحب المحترم للإخوان في منصبه وكيلا أولا للوزارة لشؤون قطاع مكتب الوزير ورئيسا للجنة الأسمدة حتى هذه اللحظة. وفي استقالته معترض على استحواذه على كل مفاصل الوزارة. الدكتور علي إسماعيل طبقا للأستاذ برغوثي هذا الرجل مستحوذا على مفاصل الوزارة لخلق سيناريو، طبقا للأستاذ محمود البرغوثي، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة على حد وصفه. وقال البرغوثي في استقالته أن علي إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية على تخفيض سعر الأسمدة الحر للتجار 260 جنيه عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه. الله، فينك يا غسان يا مطر؟ وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريا. أضاف البرغوثي في استقالته أنه علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان ل 50 فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان. وأشار في استقالته المسببة والتي تقدم بها للوزير أنه علي إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25% بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابه الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب ومباركة عايدة غازي، كل ده على وصف البرغوثي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج والتي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، مخالفة بناء على أرض زراعية. ودي يا سادة المستندات التي تثبت فساد علي إسماعيل في تنازله عن شونة البنك في سوهاج واستبدالها بأرض زراعية يقل سعرها عشرات المرات عن أرض الشونة المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. معانا على تليفون الحقيقة الأستاذ محمد البرغوثي المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الزراعة بعد أن تقدم باستقالته اليوم احتجاجا على فساد الدكتور علي إسماعيل. أهلا بحضرتك يا فندم. حبيبي يا يوسف يا زميلي العزيز، كده توقع أخويا فيا وتخليه يتبرر مني. أنا محمود البرغوثي. أنا قلت محمد البرغوثي؟ لا أنا آسف. للأمانة محمد قال لي يا محمود أرجوك 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 ابعد عن هذه المهمة. ليه؟ وتبرعت بها لأن أنا في سن 51 سنة قلت أنا عندي 3 أيام أو 4 أيام فاضيين في الأسبوع يجب أن أتبرع بهم للدولة. وقدمت مذكرة لمعالي الوزير الدكتور عادل بلتاجي قلت له فيها التقرب من العلماء في حد ذاته مكسب، وأنا يشرفني أن أتقرب لك وللكوكبة الموالية لك من علماء مصر حتى أستفيد منهم في علم الزراعة علشان أفيد به نفسي في مزرعة الخاصة، عشان ما فيش واحد يطلع يقول لي طب انت بتبرع ليه؟ انا لا، كنت فعلا بستفيد معلومات، والمعلومة منهم بالفعل كانت تفيدني في اشياء كثيرة جدا. والى الان انا بقول لمعالي الوزير ان كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. تقدمت لمعالي الوزير بمذكرات اكثر من 10 مرات، منها ما هو تحريري ومنها ما هو شفوي ومنها ما هو خارج عن اللياقة، وأنا أجله وأحترمه كعالم جليل وكباحث مرموق أضاع فعلا 50 عاما أو أكثر من عمره في خدمة البحث العلمي في مجال الزراعة. وقلت له يا معالي الوزير والله بكل تجرد وبكل نزاهة علي إسماعيل، وحتى أكون منصفا قلت له المدعو علي إسماعيل، ودي أغضبته جدا، سيكون ورقة في ملفك أنت في غنى عنها، سيجعل ختامك ليس مسكا. وتجملت له في المكالمة وهو يدري إن كان سمعني دلوقتي. قال لي يا نهار أبيض هو إخوانجي؟ قلت له لا، الإخوان لا يشرفون ولا يعترفون به، لكنه متأخون
وما اخطر يا يوسف، وانت عارف المتأخن اخطر من الاخوانجي 100 مرة، لانه قطع على نفسه وعودا وعهودا بان يمرر اشياء من شأنها تكبير السلم الاجتماعي في مصر، حينما يوافق على رفع سعر السماد المدعم 500 جنيه للفلاح مقابل تخفيض 260 جنيه عن سعر السماد الحر لشركات القطاع الخاص. وانا من الذين دافعوا وقلت انا اتحدى هذا القرار فعلا في صالح الفلاح، بشرط، وكان ربنا الحمد لله عطيني الحصافه، كنت دائما في نهايه مداخلاتي مع التلفزيون اقول بشرط ان يحقق الوزير ما وعده على نفسه، من شرط ان يوفر المقرر الكامل للفلاحين من الاسمده بالسعر المدعم اللي هو 100 جنيه للشكاره. وقلتها معادله فعلا، لو الفلاح صرف مثلا 6 شكاير عن فدان القمح، 6 شكاير نطرات ب 100 جنيه، يعني ب 600 جنيه، يعني وفر فعلا للفلاح بدل ما ياخد 3 مدعمين ويشتري 3 من السوق السوداء ب 500 جنيه. فوجئت يا يوسف يا حبيبي ان البيه اي فلاح يروح للجمعيه يصرف اسمده يقول له ده كلام على ورق، مالكش الا شكارتين ولازم تاخد جركن عنهم من فلان الفلاني، مانيش هقول اسمه، هذا الفلان الفلاني كتبت بيه مذكره قلت له يا معالي الوزير من العيب ان تطرح هذه المنتجات في جراكن عليها ليبل يحمل اسم وزاره الزراعه وتوزع بالاجبار على الاسمده المدعمه في الجمعيات، وهي منتجات تم تحليلها وخرجت زيرو عناصر ما فيش فيها ولا فايده، وتباع للفلاح اجبارا فوق سعر السماد المدعم. في الوقت الذي تقدم فيه العالم المسجل الذي اعترف به العالم الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الهندسه الوراثيه بجامعه المنوفيه يا يوسف، أيوه. تقدم للوزاره اكثر من 20 مره لاعتماد المخصب الحيوي بتاعه اللي بيرفع انتاجيه البرسيم بمعدل اكثر من 40% عشان يوفر مساحه البرسيم لصالح القمح، وهي سياسه تبناها واعلن عنها الدكتور عادل البلتاجي. ويرفض محمد فتحي سالم العالم المرموق المعتمد في كل دول العالم، يرفض في وزاره الزراعه ويقبل الطرف الثاني الذي قيل انه يخصص رواتب شهريه لمعظم المسؤولين عن ملف اعتماد المخصبات المضروبه. طيب ماذا عن موضوع الارض اللي وافق عليها ايضا الدكتور علي اسماعيل بشدها ارض الشونه؟ المستندات وصلتك ثاني يوم قبل ساعه شفتهاش. تمت الموافقه، ناس تغيبوا عمدا لانهم عارفين ان هي صفقه فاسده. انا اخترت الوزير شفويا، الدكتور عبد الغني الجندي اختاره تحريريا، الدكتور سعد نصار اختاره تحريريا، المهندس حمد عاصر رئيس قطاع الخدمات المغضوب عليه حاليا من عايده غازي وعلي اسماعيل اختاره تحريريا بمذكره ان دي صفقه شابهه الفساد، وانت يا معالي الوزير يا عالم يا جليل انت في غنى عنها. يا معالي الوزير هذا الرجل اقسم بالله سيدخلك فيما لا تحمد عقباه فور خروجك من الوزاره آجلا أم عاجلا. ورئيس اللجنة كل مرة الأستاذ الدكتور علي إسماعيل، في السماد الدكتور علي إسماعيل، في استبدال أرض الشونة علي إسماعيل. مخطط يا بيه لو سمحت اديني نص دقيقة كمان أبين لك المخطط. اتفضل يا فندم. المخطط الدكتور علي إسماعيل حينما كان في الهيئة كان يساعده شخص اسمه إبراهيم حجاب. حينما طرده وغيرها الدكتور أيمن فريد أبو حديد من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمجرد أنه شعر فعلا أنه كان متأخونا، تمام، ورحل إلى معهد الأراضي ذهب معه إبراهيم حجاب. حينما عاد لوزارة الزراعة حمل معه إبراهيم حجاب. إبراهيم حجاب هو مهندس الصفقات تحت الترابيزة. إبراهيم حجاب هو من رسم له السيناريو. ننزع لجنة الأسمدة من حمد العاصي وناخد شؤون المديريات من حمد عاصي ونحيد حماية الأراضي بأن احنا نجيب الراجل اللي هناك ونقول له حمد عاصي ماشي ومالكش الا احنا، برغم ان المهندس يوسف اللي حماية الأراضي ده راجل حصيف جدا وذكي جدا وناصح جدا لكنه مغلوب على أمره. تم تكييف هذه اللجنة القانونية لتمرير شؤون سوهاج مقابل ايه؟ مقابل ان يتخلى بنك التنمية والائتمان الزراعي عن الشؤون التي دخلت الحيز العمراني. وايه كمان؟ الفلوس قد كده 25% من حصة الأسمدة المدعمة. 25% تساوي كام يا أستاذ يوسف؟
1,050,000 طن. يا نهار السعر الرسمي او الربح الشرعي بالقانون للبنك فيهم 50 جنيه للطن، يعني 55 مليون جنيه. لحد يبقى كده البنك ليه يحتفظ بالشؤون الثانيه؟ هل كارثة. سمعت عن رخصه تقام على ارض محرر لها مخالفه زراعيه يا استاذ يوسف؟ طبعا لا. هذا ما حدث. هذا ما حدث. وانا انا عايز اشكر 4 حضرتك أيام. جدا استاذ محمود، شكرا جدا اولا على كشفك لهذه الحقيقه. وخليني اقول كمان انه يبدو أن الدكتور علي إسماعيل رقما صعبا داخل الوزارة، ويبدو أن هناك علاقة ما تربطه بوزير الزراعة الدكتور علي البلتاجي، وقريبا في حلقات قادمة سوف نكشف بوثائق لا تقبل نقاش بصراحة بالدمغة. لماذا اختار الدكتور علي البلتاجي الدكتور علي إسماعيل مسؤولا عن مكتبه، أو يكاد يكون مسؤولا بدلا منه عن الوزارة؟ إيه علاقة الدكتور علي إسماعيل بوزير الزراعة؟ ده استنوا علينا يعني كم يوم كده ونكشفه لهم بوثائق. مفيش كلام، يعني مفيش حاجة مرسلة خالص. انتوا لحد دلوقتي أي حاجة ليها علاقة بالإسماعيلية كان في كلام مرسل؟ لا. حاجة ليها علاقة بوزارة الزراعة في كلام مرسل؟ لا. وهكذا.